السلام عليكم. هذا الفيديو يخص امي. هاي امي تعبت ويانا، سوتنا زلم، صدق زلم. اليوم عيد الام، قالوا عيد الام، امي سمعتني قالت جيب لي هديه ما اعرف شنو. المهم راح اجيب لامها هديه، وهاي الهديه يعني ما اجيب لها ساعه لو في شيء ادري بها ما تلبس، راح اجيب شيء نستفاد به، يعني شيء ناكله. ماشي؟ فظلوا وياي. هسه طلعت بالدراجه على الشارع، راح اروح اجيب لها شيء بس انقلب شيء يعني استفاد منها. ما انا امي اذا اجيب لها ساعه لو قلاد هاي تلاوات لا تلبسها ولا هاي، راح اجيب لها شيء يناسبها، يعني احنا ناكله نفرح فيه، هاي كافي عندنا. شباب رساله لكل واحد امه موجوده وياه، تقدر تجيب لها هديه، يعني هديه سعرها 10000 5000 تفرحها بيها. فانا امي راح اجيب لها هديه. امي تريد تزوجني وانا ما اريد اتزوج، فهي لو ما تريد مصلحتي ما تقول لي تعال اتزوج. فهسه وصلت للمكان، راح اجيب لها كيكه من نفران الاوائل. خاف تشوفين هذا الفيديو، راح اجيب لك كيكه. وهاي افران الاوائل، راح اجيب لك كيكه. وهاي الهديه بالدراجه، الله شاهد ما كلفت 15000. الكيكه ب10، وجبت هذين التناوير ب2000، يعني صارت 12000. خلي ياكلون. شباب هذا طبا منه طبا للبيت، يلا شغل التنوير، يعني يكون انا من طاط مشتغل التنوير، ما اقدر اطب للبيت انه ابغى اجيب بنت جداحه، ام الملوتيه تحس وعلي. فش احسن؟ لازم نطبق على اسواق نجيب جداحه. نبان والله استحي، والله استحي. يمه تريدين امي اجيب لك هديه بس اهم شيء لا تزوجيني، لا تقولي لي على الزواج. واشتريت جداح، طبيت للفرع. بويم. شباب هذا الفيديو تاريخه 2023 الشهر الثالث يوم 20. هذا